وقررنا ان احنا كل المشاكل اللي بتواجه البنات هنعملها مسرحيه في المترو. ثبتنا كل ما تركب كل مكان البنات كلهم بيتعرضوا للتحرش طول الوقت، رايحه السوق، رايحه تشتري حاجه، رايحه الشغل، اي مشكله اي حد، كل واحد اخته ومامته وخطيبته ومراته بيحصل لهم كده في الشارع. ما بيصدقوا. والله ده بقولك كان كل ده رايح ده مره ثانيه. ايوه طب انا بقى ضربته بايدي. انا باخد حقي. مش عارفين بقى صوت اي حاجه خلاص سبت تعبير. انت لو قلتي اي شاب ده بيضايقني خلاص. طبعا انا عشان ده انا مره كنت في واحد ماشي على الفيسبوك وما حكيتليش عليه كلمه كده ما ضايقت جريت وراه لغايه ما جبته والشارع كله بيلطش. تروق معلم الامتحانات الاسنان ازاي حاجه بنات معانا يعني يعني طب انا لسه اول واحد عشان يلاقي جوز جزمتي بياخد في بنات ثانيه ضعيفه بس يعني لو سمحت تعالى هنا ونجي هنا. طب ما انا بدل ما عشان في ناس تضربوه. لا ولا تضربوه ولا حاجه. بس انت ممكن تضرب واحد في الفيسبوك. في عيال اللي عاوز هذا واللي عاوز اراده يا استاذ. في قضيه من 6 شهور ل3 سنين والتحرش. لو قلت لاي حد بقول لك انزل معايا الاسم يشهد ان التحرش بيها مشهور يعني شايف معاك قضيه في واحد حتى لو في ناس تفضل قاعده ساكته وفي واقع ما هو طول ما الناس بتسكت. وبعدين برضك عايز اقول لك على حاجه، انت كنت بتتكلمي عن اللبس والكلام ده، في كويس وفي وحش. في لو مؤاخذه انت لابسه لبس كده انسانه محترمه ما بتكلمش. ماشي الراجل بقى طلع علي ما حضرتك لو منقبه ما كانش هيحصل لك ده. ملوش دعوه بالنقاب. ملوش دعوه. بص حضرتك المحترم المحترم بيمشي كده ما بيبصش ما يتعامل. معلش بقى نرجع لله سبحانه وتعالى. طبعا لو انا وانت لجانا لله سبحانه وتعالى هنبقى كلنا محترمين. كلنا طبعا كلنا لو اتبعنا الاسلام زي ما قال ورسولنا صلى الله عليه وسلم زي ما قال هنبقى كلنا كويسين. هنبقى كلنا كويسين ونؤمن بنفسنا الاول، نبدا بنفسنا. عشان طول ما البنات بتسكت طول ما ده بيزيد. ايوه بيدوا نفسهم الحق. اصل لبسها اصل مش عارفه عينيها اصل رجليها اصل ايديها بيدوا نفسهم الحق مش حقهم عشان البنات بتسكت. لكن لو مره على مره هياخدوا على قفاهم ويبطلوا. احنا بس حبينا نقول للناس ان ده موجود، لو اللي ما يعرفش بس يقول ان ده موجود وان ده بيحصل لكل الناس وهي ماشيه